اهلا بكم في برنامج العالم، وانتم اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. ده بيهجص على الناس كلها، واحد بيحكي وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر ومنبع للتعصب وفتنه في مصر. ده هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسي وعملوا نفسي وعملوا ده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدل بكم تعصب فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا جسر طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم عن النادي، كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي، حاجه اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجه اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسي وعملوا ده نفسي وعملوا ده نفسيه بجد يعني. طبعا الجسر ده طبعا هو ب 100 وش بتراوم، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في تلاقيه بنفق ومدرس وكذاب ويكره وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه ان ده عمل مشكله مع العالم من سنين، لانه بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا يفيدكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه، حاجه بتاعت تعصب فتنه. تعالوا معايا كده. ولا انت مثلا عشان ان انت قلت لزيزو في حلقه من حلقات رامز ان انت تروح للنادي الاهلي انت بقى بتجامله وتاخده؟ يعني والله عايز اقول لك هجاص الاهلي هيفضل مجنك ويفضل مربي لك خفيف. هجاص طلع بيقول ان بيقول لك ان حسام حسن جامل زيزو ومش عارف ايه، ان هو طلع مع رامز في احدى حلقاته وقال ان هو يروح الاهلي، فبيقول لك عشان كده انت جاملته. ايه العقليه دي؟ ده ايه العقليه اللي ما فيش خالص دي؟ عقليه ما فيش بامانه. واللي زي دول عندهم حقد وغل تجاه النادي، حقد وغل تجاه زيزو. زيزو حقيقي مجننهم. الشخص ده زي ما قلت لكم حلقه امبارح، الشخص ده من 4 سنين مش قال بقى ان هو لازم زيزو يقعد في الزمالك، لا الشخص ده قال بقى يعني هو ثقه ان هو قال ان هو يقعد في اللي هو من 4 سنين قال ان الشخص ده هيقعد في الزمالك وما ينفعش مش عارف، لكن قال بعد كده قال لك الشخص ده المفروض ينضم منتخب مصر. قال لك يعني الشخص ده من 4 سنين اللي هو الهجاص ده قال لك من 4 سنين، قال لك لما كان في الزمالك زيزو قال لك ان زيزو ده المفروض يلعب في المنتخب، ده ما ينفعش لازم يلعب. وكان بص كان عامل مشكله جامده ان هو لازم يلعب في المنتخب. دلوقتي عشان هو في الاهلي قال لك لا مجامله ومش عارف وايه، ودخلها بقى في موضوع حاجه في منتهى الحقد وغل، كميه النفاق والتدليس في ابهى صوره. اللي زي ده بينافق وبيدلس وبيكذب وكل حاجه، وحقد وغل ماليه تجاه النادي الاهلي وماليه تجاه زيزو وتجاه لاعبين النادي الاهلي. فعايز اقول لك يا هجاص الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا هجاص هو بيحب يسير الجانب كنت تعرف فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا هجاص طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى